مسا الحب والورد والخير والزهر والتيسير. مرحبا وألف مرحبا بكم يا أحلى متتبعين متتبعات. الله يحقق لكم كل ما كتمناو إن شاء الله، والله يحقق لكم كل ما كتمناو. وما تنساوناش بابوني إلا كنتو مازال ما تابونيتوش، بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالنا. كنقول لكم شكرا لكم، يعني الله يخدمكم عليا، وان شاء الله القناه تزيد القدام بكم. يلا ندوزو لحكايه اليوم. السلام عليكم، انا سميتي نبيله. اليوم جيت بغيت نشارك معكم الحكايه ديالي، بغيت نعاود لكم شنو داز عليا، شنو طرا ليا. يعني كنت كنعيش واحد قصه حب من طرف واحد، يعني كما كيقول المثل لا يطيح حبك على حجره. هادشي اللي كان طاري معايا، يعني كان حبيب القلب ديالي كان حدايا، كنشوفو نهار على نهار يوميا، يعني يوميا كتجي عيني في عينو، ساكنين تحت سقف واحد، ولكن القلب وما يريد. ما كانش حاس بيا نهائيا، هو كيشوف وجهيه وانا كنشوف وجهيه، انا حاطه عليه العين وكنبغيه، يعني نهار على نهار كنزيد نتعلق به، وهو ما كاينش في هذا العالم، ما حاش بيا نهائيا، كان كيعتبرني غير بنت عمو، حيت انا فعلا كنت بنت عمو. المهم باش نوضح لكم اكثر، بداو يعني نرجعوا للور. المهم انا كنت باقا صغيره، انا يعني شلحه، بدات في البلاد، ماما وبابا وعندي خوتي اللي صغار مني. ايوا فاش يعني ماما كان جاها واحد المرض مسكينه، ايوا الله يرحم ماما الامانه دا امانته. ديك الساعه انا كنت هي البنت الوحيده اللي عند بابا وماما، وخوتي الصغار كانوا دراري. ايوا صافي، راه انا كنت باقا صغيره، يعني ماشي كبيره، يعني في ديك العمر كانت عندي تقريبا 8 سنين، وخوتي الدراري واحد عنده 4 سنين وواحد 3 سنين. ايوا صافي، شنقول لكم، عمي ومرت عمي كانوا ساكنين في المدينه. انا عمي يعني تبارك الله يعني تاجر، عنده العقارات ديالو، عنده الاملاك ديالو، عنده الحوانات، عنده الهريه، عنده الديور. مشى المدينه صغير وخدم وتبارك الله، يعني دار، يعني ربي رزقه من حيث لا يحتسب. ايوا صافي، هذا عمي ومرته كانوا عندهم جوج دراري، يعني جوج دراري اللي هما ولاد عمي. ايوا صافي، ما كانش يعني مرت عمي ما ولدتش البنات، ربي ما عطاهاش البنات. ايوا فاش ولدت دوك جوج دراري كان طرا ليها واحد المشكل، يعني قدر الله ما شاء فعل، مسكينه يعني حيدت الرحم ديالها، ما بقاش كتولد. ايوا صافي، كانت هي باغا البنت، كانت كتحلم انها تكون عندها بنيه، ولكن ربي ما سهلش. صافي بقات يعني مصره على العم ديالي انها باغا بنت، كتقول لي واخا نعرف ربيها، هو ما كانش عنده الفكره ديال يدخل شي وحده برهانيه عليهم. ايوا صافي، هي كانت ديما يعني واخا عندهم الفلوس وداك الشيء، ولكن كانت ديما يعني الحاله ديالها ديما حزينه بهذا المعنى، كانت يعني ديما كتبالك على عينيها الحزن. ايوا صافي، مهم شنو غادي يطرا ملي مات الام ديالي، واحد نهار عمي ومرت عمي جاو عندنا البلاد. ايوا صافي، فاش شافوني انا كنت تبارك الله زوينه وكنت حادقه، يعني كندخل الخاطر وداك الشيء، يعني مرت عمي صافي عجبتها. صافي قالت لي والو، بغيت انا ندي عندي يعني واش يخليها ليا خوك، يعني نربيها عندي بحال بنتي وهذا. ايوا صافي، ملي اقترحوا الامر على بابا، يعني صافي وافق بغى، حيت هو كان ديك الساعه قلت لكم عنده، يعني حنا ثلاثه، جوج دراري وبنت. صافي كان هو اصلا غادي يعني غادي يزوج. ايوا صافي، قالت لي غتجيب غير شي مرا تكرفص عليها وهادي وهادي. صافي قالت لي مازال الدراري راه ماشي بحال البنت. المهم بقات كتقنع فيه وداك الشيء، صافي بغا داوني عندهم. المهم ودات يعني الاب ديالي عنقته وداتو، يعني كنت غادي نبقى نجي عنده، ماشي غيحرموني منه. صافي مشيت انا فرحان غادا للمدينه. وصافي ملي مشيت عندهم قلت لكم المدينه، وليت ساكنه معاهم في دار وحده، وما دارهم تبارك الله راه كانت كبيره، عندهم الخير، يعني كلشي موجود. قلت لكم عمي يعني تاجر، عنده كلشي، يعني اي حاجه كيتمناها شي حد كتلقايه عنده الاملاك ديالو، عنده الاراضي، عنده يعني غير الطوموبيلات، كانت ماشي غير طوموبيل وحده. ايوا صافي، عشت معاهم في داك الخير ديالهم صراحه، يعني مرت عمي كتعاملني بحال بنتها وكثر، يعني كنت انا هي عضو عينيها، فيما مشى ديني معاها، تمشي الحمام نمشي معاها، تمشي عند يعني صحاباتها تديني معاها. وانا مرت عمي كانت اجتماعيه بزاف، كانوا عندها صحابات بزاف، كانت ظريفه وحنينه وسخيه، يعني اي واحد احتاجها كيلقاها، وحتى هو يعني عمي حتى هو كان هكاك. المهم انا ملي بديت كنكبر، يعني ما كذبش عليكم، ولا كيعجبني ولد عمي نهار على نهار، داك الاعجاب ولا حب، يعني حب من طرف واحد، هو كيعتبرني غير فحال اختو، فحال يعني بنت عمو، كيعيط لي غير نبيله بنت عمي ولا نبيله اختي. ايوا صافي، انا كيعجبني هي ولد عمي، صافي كنحلم به ديما، كان يعني اول واحد دق قلبي عليه هو يا ولد عمي. يعني شغل لي العقل ديالي والقلب ديالي، واخا هما كانوا جوج دراري، ولكن انا هو ولد عمي كان كبير، هو كبر مني، واحد صغر مني، يعني انا عجبني ولد عمي اللي كبر مني، هادشي اللي عطا الله. ايوا صافي، نهار على نهار داك الحب كيزيد يكبر،
يعني انا كنكبر دوك الحب كيكبر وهو ما كيشوفش فيه نهائيا. المهم انا فاش كنت جيت عندهم المدينه كنت صافي خرجت من القرايه، ما كملتش قرايتي، ما جابش الله، ما كنتش كنقرا. صافي جلست غير في الدار كنشقى مع يعني مرت عمي نعاونها في الشقه. واخا كانت عندنا الخدامه ديال يعني خدامه، ولكن ضروري الطيب داكشي حنا اللي كنا كنطيبو، كنمشيو حنا نتغداو بايدينا، هكا تخرج ديني معاها. المهم يعني كاع داكشي ديال يعني ديال الدار داكشي كنت كنعرف نديرو، كنت حاد فين ما جيتيني كتلقايني. ايوا صافي من بعد كانت يعني عمي ومرتو ولاو كيقولوا زعما نبيله الفلان وفلان نبيله. المهم انا ولد عمي سميتو السي محمد. ايوا صافي تيقولوا السي محمد نبيله ونبيله السي محمد، ديما كنت كنسمع ديك الهضره وانا فرحانه بها، وكنت كنصحاب لي راه بصح غادي يعني غياخذني وداك الشيء. هو قلت لكم كما هذا عقلو ما معاياش نهائيا، هو كان كيقرا مزيان، وكان هو باغي يكمل قرايته، باغي يخدم شي خدمه اللي زوينه. هو ما كانش باغي يدير هادشي ديال يعني يتبع يعني خدمه باه، كان هو باغي يعني يخدم في البيروات، وهذا ما كانش باغي يخدم في هادشي ديال التجاره وهادشي ديال الهريه وداك الشيء. ايوا صافي مازال يعني ولد عمي الصغير كان مقابل الهريه ديال با، كيدور عليهم كيشوف شنو خاص، كيجمع الحسابات، كيخلص الدراري. هو لا، هو ما كانش مع راسو بهذا الشيء نهائيا. وصافي عمي خلاه، قال لي خليه المهم دابا يشبع ويقنع ويجي يعني يتبع خدمتي. ايوا صافي قلت لكم هما ديما كيقولوا يعني نبيله لسي محمد وسي محمد نبيله. يعني مرت عمي كانت كتمنى ان يكون مرت ولدها، حيت كنت ظريفه وزوينه وحادقه، كتقول ما يلقاش ما احسن منها. وعمي سوا هكا كتقول راه يعني غنجوجها لولدي ملي زعما ان شاء الله يوصل الوقت. ايوا صافي انا قلت لكم بديت كنكبر مع الوقت. كنت زوينه يعني كتعرف واش الحال راه زينات، شعري تبارك الله رطب وطويل، عيني يعني عسليين مشفرين، ويعني فمي كيخرج غير الكلام الزوين. كانوا العيالات كاملين صحابات مرت عمي كيقول لها سعداتك بها، سعدات ولدك بها، كانوا كيتمناوني لولادهم. وفين ما كنمشي معها لشي مجمع ولا شي فرح ديما عليا العين. صافي حتى هي ولات ما كتبغيش تخرجني معاها غير باش هكا ما يبقاوش يعني يشوفوني العيالات يبغيوني ولادهم ولا يقولوا يضربوني بالعين. صافي ولات كتقول لعمي خاصنا نجوجوهم، راه يعني الدريه راه عليها العين بزاف. ايوا صافي قلت لكم انا ولد عمي ديك الساعه كنكمل قرايته مشى كيخدم ولا خدام. ايوا ديك الفتره اللي قرا فيها في الكليه كان تعرف على شي وحده ولا كيبغيها وكتبغيه، راكو عارفين الحب صعيب شويه يعني انا مجربه وعارفه. صافي يعني ولا كيبغي شي وحده وهي كتبغيه. صافي ملي عمي كيقول لي راه يعني بنت عمك وهذه، هو ما كيبغيش كيرفض. واحد النهار ويقول لي اجي ولدي نهضر انا وياك. صافي جلسو قال لي قول لي علاش ما بغيتيش بنت عمك، شنو العيب اللي فيها، اي واحد كيتمناها وتبارك الله راه حادقه وزوينه ومربينا على ايدينا. ايوا صافي هو قال لي لا يعني الوالد راني كنبغي واحد البنت. قال لي صافي فاش قال لي وحنا نسمعوا هذيك الخبطه يخبط يدو عمي في الطبله وبدا كيغوت اش من حب اش من تخربيق وهادي. المهم بقى كيغوت. صافي انا تخلعت يعني قلبي بدا كيضرب يضرب يضرب، تخلعت قلت حيت عمرنا شفنا عمي في ديك الحاله ولا تخاصم مع ولدو ولا كان هكا شي مشكل عندنا في الدار ولا شي غوات، عمرنا عشنا هاد الشيء. ايوا صافي انا تخلعت وليت كنترعد نترعد. ومرت عمي جات كتقول لي يا بنتي ما تخافيش ما تخافيش، يعني بانت على وجهي ولا الصفر وليت كنترعد ما عرف شنو طاري. صافي قالت لي انا نشوف مالهم، مشات عندهم حتى هي وسطت البيت باش ما نسمعش، ولكن انا كنت كنسمع راه الصوت يعني واصل يعني كيغوت وكلشي كيتصنت. صافي كيقول لي لا راه انا ما بغيتش بنت عمي، راه فحال اختي وانا باغي واحد البنت يعني قريت انا وياها وانا دابا خدام انا وياها. المهم ما بغاش والو. صافي هو راسو قاصح ولد عمي ما بغاش يتصنت. هو يقول لي عمي هالسخط الرضا، قال لي بغيتي عند بنت عمك مرحبا، ما بغيتيها صافي يلا سير طري اتساع. المهم بقى كيغوت. انا عمي كان في هاد الامور قاصح يعني الكلمه هي كلمته. ايوا واش نقول لكم ولد عمي تو ماشي من العاكسين، اش دار هز الصاك وزاد في حالاته وخرج دخل الباب وزاد. صافي خرج عمي صافي شد في قلبه يعني دار خاطرو. مرت عمي كتبكي وكتصبر يعني في عمي كتقول لي صافي دابا يرجع مالو فين عنده ما يمكن يمشي غيرجع دابا يرجع هادي من هنا هادي من هنايا. وانا صافي بقيت كنبكي ستيت عليه في البيت كنبكي قلت زعما انا هي السبب في هادشي كامل. من النهار الاول كان لي ما نجيش عندهم، من النهار الاول كان لي ما نعمرش راسي بيه، يعني ملي كيقولوا نقول لهم انا لا صافي بحال اعتبرت راسي انا هي السبب ديال المشاكل. ايوا صافي اش نقول لكم مرت عمي كتقول لي يا بنتي دابا يرجع انت ما عليك والو انت هادي. المهم صافي انا ما كتبش عليكم في ديك اللحظه صافي ما حملتش راسي، حسيت براسي بحال دللت بحال مدلوله. كنقول مالو هو اللي كان راجل مالي لهاد الحاله. صافي بقيت كنلوم في راسي كنأنب في راسي. صافي ديك اللحظه يعني بغيت نبدل من راسي، ما بغيتش نبقى يعني ديك
الدريه الظريفه اللي غير كتقول غير كتضحك بوجهها كلشي. بغيت تعلمت انا نقول لا، بغيت شخصيتي تكون قويه وصافي. خرجتو، ما كتبش لكم ديك اللحظه اللي فتح فيها الباب انا خرجتو من حياتي، ديك اللحظه اللي خرج من الدار صافي انا خرجتو من قلبي. قلت صافي يعني ما غاديش نعاود نفكر فيه، ولا وجي بغيني صافي ما بقيتش باغا، صافي هادشي اللي عمرت به راسي. المهم ولد عمي ملي خرج ما بقاش رجع، داز سيمانة، 2 سيمانات، 3 سيمانات، شهر، شهرين، 6 شهور، ما بقاش رجع. حتى كيعيط لمرت عمي كيسول فيها وكيسول يعني في باها كيداير لاباس وهادي، صافي ما بقاش بغا يرجع للدار. المهم داز عامين بحال هكاك يعني تزوج بديك السيده اللي كيبغيها وكتبغيه. المهم وصلت اخبارهم باللي تزوجوا، حيت عيط لمرت عمي قال لها باش تحضر وهي ما بغات، قالت لي ما نقدرش انا، باباك ما باغيش، ما يمكنش لي انا نمشي وهادي وهادي. المهم ما بقاش كيجبدوا لنا في الدار نهائيا، ما بقاش كيجبد الاسم ديالو، يعني السي محمد، يعني الكلمه ما بقيناش كنسمعوها في الدار، ويويلو شي حد اللي جبد سميتو في الدار. ايوا صافي قلت لكم انا في ديك العامين انا بدلت حياتي. انا قلت لكم ما كنتش قاريه، يعني كنت خارجه من السادس، يعني كنعرف نكتب، كنعرف نقرا، كنعرف نحسب، ولكن كنت ناقصه بزاف في القرايه. وديما كنت كنقول يعني شنو هذيك السيده باش حسن مني، حيت هي قاريه. يعني في الزين انا راني زوينه ماشي خايبه، في المعامله راني زوينه يعني مزيانه في معاملتي، يعني كلشي كيشكرني. قلت واقيلا القرايه هي اللي درت لي هادشي كامل. رجعت كنقرا صافي. انا هضرت مع عمي كان مسكين يعني فحال بابا، كيتصنت ليا، كيدير لي كاع داكشي اللي بغيت، كان راضي عليا، ديما تيقول لي بنتي الله يرضي عليك. ايوا صافي رجعت كملت قرايتي، بقيت كنقرا، قريت الفرنسي، مشيت كنقرا يعني واحد النادي قريت فيه الخياطه، الفصاله. صافي عمرت راسي بهذا الشيء. قلت يعني نكون انا حياتي ونكون مستقبلي ونكون بشخصيتي، ما نبقاش غير يعني الشقا والدار ودمدومه ما عرفت حتى حاجه. فعلا الحمد لله ملي خرجت تعلمت بزاف د الحوايج، حيت كانت عندي الرغبه ديال انني نتعلم. الحمد لله تعلمت الفرنسي، وليت كنهضر بها، وليت كنفهمها، وليت كنقراها ككتوبه قصص. المهم من بعد عمي دار لي واحد المحل تحت من الدار ديال الخياطه، هكا جات الدريات معايا، خدمت معايا واحد 4 البنات. المهم في الاول بديت غير بشويه بشويه، الحمد لله يعني ربي جاب التيسير، وسعت المحل وسعت المشروع ديالي. المهم سميتو يعني الفصاله والخياطه ديال نبيله الفصاله والخياطه. اش وليت كنخيط هكا اللبس ديال المحجبات، يعني البنات اللي دايرين الحجاب، المحجبات، المنقبات. حتى داك الوقيته اللي كنت يعني حنا اللي خديت فيها الدبلوم ديالي ما كانش هكا اللبس ديال البنات المحجبات، قليل فين كتلقاه، يعني كنتي كتوحدي الا بغيتي تكسعي. صافي هكا بديت كنصايب لهم موديلات زوينين، هكا كنتفرج في المجلات، كنتفرج يعني كنبقى نقلب، وكان من راسي هكا كنختار شي موديل زوين وكنلقى عليه الاقبال، كنديرو في اللوينات، وليت كندير اللبس ديال المنقبات. المهم ولو عندي الكليانات ديالي سواء صحابات مرت عمي ولا السيدات اللي ساكنين حدانا، ولا عندي كليانات خاصين ديالي. الحمد لله يعني قلت لكم خدمت معايا 4 البنات، والمشروع ديالي ولا غادي مزيان، وليت كندخل يعني ارباح زوينه، وليت يعني حتى انا يعني الحمد لله بخدمتي برزقي بشخصيتي، وليت قاريه، وليت كنفهم. ايوا صافي مع الوقت قلت لكم الوقت كيدوز، وانا غدا كنوسع المشروع ديالي، وغدا كنكبر. ايوا صافي الوقت كيدوز، ويعني انا كنت كنمشي عندي يعني بابا الحقيقي اللي في البلاد، ما كنتش ناسيه، وليت كنصيفط ليه فلوس الشهر، هكا من الشهر الشهر كنصيفط ليه، حيت خوتي بداو كيكبروا داكشي كنت كنعاونو ولا بغا شي حاجه. ايوا صافي المهم الوقت كيدوز. قلت لكم واحد النهار شنو غادي يطرا، واحد النهار اللي ثاني غتقلب حياتي كامله، يعني كنت عادي الحياه غاده عاديه. صافي ولد عمي نسيتو، ما بقيتش جبدتو ولا بقيت تفكرتو. صافي انا اصلا ما بقيتش مع مرا راسي بالرجال ولا بالزواج، واخا كانوا كيجيو فيا بزاف، ولكن صافي ما بقيتش بغيت زعما قلت لكم نكون راسي ونكون بشخصيتي، عاد قلت انا نوافق على الزواج. ايوا صافي قلت لكم الوقت كيجوز داكشي. واحد النهار شنو كنت جالسه في الدار مع اليمه بيا، تهطس هكا يعني مرت عمي وعمي خرجوا كيجريو، كنقول لهم مالكم شنو واقع، تقول لي بلاتي ترجعوا وجههم صفر ما فيه ما يتشاف، خرجوا كيجريو داك النهار. صافي هكا يا دازت بحال هكا شي ساعه المكانه وما يعيطوا ليا. عيطت لي مرت عمي قالت لي دابا، قالت لي غادي تجي ديك الساعه. انا اصلا كنت وليت كنسوق، وليت عندي طوموبيلتي، قالت لي دابا غادي تجي لواحد الكلينيك، عطاتني السميه ديالو، قالت لي جي ليه دابا. صافي انا تخلعت ما عرفتش شنو طاري، حدا قالت لي هكاك وقطعت عليا خلاتني ما عارفه شنو طاري. ايوا صافي مشيت كنجري بالطوموبيل داك الكلينيك. فاش وصلت عيط ليها كنقول لها انا وصلت فينك، قالت لي المهم اجي دخلي عندي هادي من هنا. المهم
نعتت لي دخلت عندها لديك لاصال. صافي اللي كنقولها شي حاجه طاريه ما عرفتش شنو واقع. فاش دخلت كنلقى واحد السيده ناعسه و حاطه حداها واحد البيبي صغير واحد البنيه. كنشوف فيهم ما فهمت والو. كنقول لهم شكون هي هذه؟ تقول لي راه هذه راه مرت محمد، راه هذه بنتها، راه هي اللي بغاتك، راه هي اللي بغات تهضر معاك. صافي ما فهمت انا والو. تميت غادا عندها قربت منها مسكينه يعني حالتها ناعسه في هذيك الناموسيه وداك البيبي حداها ناعسه. صافي هكا مدت لي يديها شديت لها في يديها وهي تقول لي المسامحه. قالت لي سمحي لي بزاف يعني راه سي محمد عاود لي زعما كيفاش كنتي كتبغي وداك الشيء. قالت لي انا اللي ديته لك وانا اللي ما خليتوش يشوفك. قالت لي راه سمحي لي راه الموت والحياه هذه. كنقول لها صافي قلت لها علاش كتقولي هاد الهضره الله يسامح. قالت لي لا راه الموت والحياه راه انا اللي مريض راه يعني ما بقاش ليا بزاف وهذا. قالت لي المهم حاجه غنوصيك عليها. قالت لي هي بنتي. قالت لي وعديني باش تكبريها لي وتهلاي فيها. كنقول لها لا في الاول ما بغيتش نوعدها. كنقول لها لا ما تقوليش هكاك راه ان شاء الله غادي تنوضي. وانا صافي سي محمد راه ما بقاش يعني في بالي وهذه. المهم بغيت يعني نحسسها بانها راه ما هي ما عندها حتى ذنب وصافي. صافي قالت لي عافاك لما واعديني. بقات يعني دموع في عينيها. صافي قلت لها انا صافي كنواعدك. صافي مسكينه هكا صافي غمضت عينيها ومشات غيبات. صافي انا داك النهار ما شفتش ولد عمي اصلا كاع ما شفتو. ملي مشيت ما شفتوش ما تلقيتوش. صافي قلت لكم بقيت خرجت كنبكي يعني بقات فيا بزاف. وحدي بس ديك البنيه اللي حداها داك البيبي ديالها وخرجت. مرت عمي كتعيط لي ما قدي. صافي خرجت في حالاتي مشيت هزيت طوموبيلتي مشيت حتى البحر. يعني داك الموقف يعني خايب بزاف اللي طحت فيه. بقات فيا وفي نفس الوقت يعني تفكرت داكشي اللي داز عليا كيفاش يعني داك الحب من طرف واحد وكيفاش ولد عمي ما بغانيش وفضلها هي عليا. صافي بقيت كنبكي وداكشي. صافي رجعت للدار. صافي دازت هكاك واحد اليومين وانا اصلا كنت بدلت. يعني اسم محمد راه داز تقريبا شي 4 سنين ما شافنيش. فاش يعني غيشوفني ما يعرفنيش تبدلت بزاف. اصلا انا كان شعري طويل كندير ليه ديما ديك الشفنجه ما مخليش في حالتي. دابا لا وليت كنلبس مزيان. شعري قطعت وليت كنطلقو وليت دير القصه. المهم تبدلت نهائيا. انا ماشي ديك السيده اللي كنعرفني نهار الاول ماشي ديك نبيله اللي كان معاها في الدار. ايوا صافي قلت لكم واحد النهار جالسه هكا لتحت يعني في المكازا الكراج ديالنا اللي درت فيه البروجي ديالي. صافي تا هكا واحد الطوموبيل وقفات هبط منا ولد عمي. قلت لكم 4 سنين ما شفتوش. صافي انا فشتو عرفتو هو بقى كيشوف فيا بحال ما عرفنيش بحال الصغر بحال. المهم واحد النظره ديال التعجب بقى كيشوف فيا تم جاي جيتي. صافي قال لي كدير انا بلا. قلت لي لاباس الحمد لله. قال لي تبارك الله تبدلتي. قلت لي وراه الوقت كتبدل وداك الشيء. تعاملت معاه عادي بروده يعني تعاملت معاه كولد عمي. صافي قال لي راه يعني على مرتو قال لي راه قالت لك شكرا بزاف حيت قال لي ما عرفتش انا الحوار اللي دار بيناتكم حيت مشيتي شتيها وداك الشيء. قلت لي ماشي مشكل هذا واجب. قلت لي واش هي باقا في الكلينيك؟ قال لي راه باقا. صافي قلت لي راه ان شاء الله راه نسالي ونمشي نشوفها. وفعلا داك الشيء اللي كاين. صافي ساليت. كان عمي ومرت عمي بقاو كيمشيو عندها حيت يعني مرت ولدهم وملي شافوا داك الوضعيه اللي هي فيها بحال تسامحوا مع ولدهم وداك الشيء. وبقات فيهم يعني بغاو يوقفوا بجنب ديالها خصوصا ان هي كان والدها يعني كبار في السن وباهما كانوا كبار مساكن وداك الشيء كانوا يعني محنين. صافي ولا هما اللي مقابلينها وهذا. صافي جابوها عندنا للدار. ملي خرجات جابوها للدار باش يقابلوها. صافي بنيتها ولات كنهزها لها كنردعها وداك الشيء. صافي يعني ملي هزيتها سبحان الله العظيم ربيتها الكبده وليت ديرها بحال بنتي ما كذبش عليكم. وليت كنعس حدايا في الليل حيت كانت ماما كتقدرش تهز يعني تهز تردعها ولا تبدل ليها. وليت عندي حاطه عندي في البيت مقابلاها. صافي واحد الصباح هكا كنسمع الخوات في الدار. الخوات يعني مرت عمي كتغوت وداك الشيء. ملي مشيت مسكينه لقيتها توفات. يعني مول الامانه الدامات والله يرحمها مسكينه ويوسع لها في النهار. ماتت مسكينه وخلت لي ديك البنيه باش نربيها ليها. يعني داك الوعد اللي عطيتها يعني كان خاصني نوفي به. واصلا يعني بنتها راه يعني سميناها جنات. كانت ولات بحال بنتي يعني ربيت عليها الكبده. انا اللي كنبدل ليها انا اللي كندوش ليها. صافي داكشي اللي كاين. مهم بقينا بكينا عليها بقات فينا وداك الشيء ما بغيناش لها يعني انها ما تبقى صغيره مسكينه. كانت مرضات من ورا الولاده. صافي المهم بلا ما ندخل في التفاصيل ديال يعني الله يرحمها مسكينه. ايوا صافي داز الوقت. يعني وليت ثاني عايشه انا يعني ولد عمي في سقف واحد. رجع يعني حيت بنته معانا رجع للدار ولكن كنتعامل معاه كولد عمي. ما بقيتش كنعامل ديك المعامله ديال شحال هادي ولا غير لاصقه فيه. لا بالعكس دابا ولات عندي يعني الحمد لله شخصيتي وليت بخدمتي وكل شيء. وكنبقى مقابله ليه بنته يعني ملي كنبغي نهبط هكا لتحت كنخليها لمرت عمي. صافي ولات بحال انا هي امها. المهم داز الوقت وداك الشيء ولد عمي ولا كيتقرب مني
عاد ولا كيشوف يعني كيشوفني كأنثى، يعني ما بقاش كان يعني كان كيشوفني كبنت عمو. عاد ولا كيشوف يعني النقاط الزوينين فيا، بحال قلتو يعني مرتو الله يرحمها كانت يعني ما عمرها داك الجانب ديال انه يشوف شي وحده، ولا ما عمر لي عينه وقلبه ما كانش كيشوف شي وحده اخرى، ولا كيشوف المميزات ديالها. عاد وليت كنبان ليه وليت كنعجبو، ولا كيجي يبغي يخرجني، ولا كتقرب ليا، ولا تقول لي كلام زوين. واخا قلت لكم انا كنت حلفت انني ما نعاودش نرجعو لحياتي، ولكن مع المده مع ديك البنيه اللي ولات بيناتنا صافي يعني ما نكذبش عليكم سامحت ليه، ودابا راني مزوجه بها وراجلي، وجنات راها بنتي. غير بغيت نقول لكم راه سبحان الله المكاسب هاي يعني الاقدار يعني لعبات الدور ديالها وصدقت يعني. في الاخر هو اللي ولا باغيني، ولا هو اللي كنت انا في الاول دافع عليه كبير، ما كنتش بقيت كنسوق ليه، عاد هو اللي ولا كيقلب عليا. كيف ما كيقول المثال عزت عزك، حيت فاش كنت حداه وكنت حدا عيني ما كانش مديها فيا، بحال اللي قلتو بحال شي حد ملي كتبقاي ديما لاصقه فيه وهذا ما يديهش فيك بطبيعه الحال. ايوا داكشي اللي كاين. المهم تتعفرت عليه، المهم ما رضيت تصرف راسي بهذا المعنى. عاد في الاخر ولا هو اللي باغيني، وقلت لي انا ملي بغيتيني نسير طلبني من عند بابا، يعني مشيت لهاد البلاد طلبني من عند الاب ديالي وخد الموافقه ديالو. عاد ثاني قلت لي طلبني من عند عمي ومرتو اللي مرت عمي، حيت كانوا كيعتبروني بنتهم وربوني على اساس انني بنتهم. ايوا صافي عمي فرح بزاف، ومرت عمي حتى هي فرحات، قالت دابا الكملات فرح يعني الفرحات كملات وداك الشيء. ايوا صافي في الاخر قلت لكم تزوجنا، ودابا راه جنات راها بنتي، يعني كنعتبرها بنتي. ومرته مسكينه الله يرحمها راه مرة كنمشيو نزوروها، كنديروا لها صداقه. يعني صافي يعني مسكينه حنا مسامحين ليها، ويعني داكشي اللي داز عليها راه كفايه مسكينه. والديها مساكن تما ما نسيتهمش، مره كنتفكرهم داكشي اللي قسم الله. ايوا صافي انا خدمتي ما فرطتش فيها، ما بغيتش نفرط في خدمتي، حيت هي اللي عاوناتني باش انني نسيتو، باش كونت راسي، باش استقليت في حياتي. المهم انا باقا يعني خدام على راسي في نفس الوقت، يعني بنتي راها بيناتنا، يعني كنربيوها يعني بجوج، مره عندنا مره عند مرت عمي يعني عمي في بيتهم، كل مره معاهم مره معانا، راه كابره وسط منا. ايوا الحمد لله. وكانت هذه القصه ديالي، وكنقول لكم شكرا لكم بزاف حيت استمعتوا ليا. السلام عليكم. كنتمنى حكاية اليوم تكون عجباتكم واستفدتوا منها ولو بالقليل، ولا عجباتكم ما تنساوناش باللايكات ديالكم، واللي مازال ما تابوناش كنقول لكم تابوناو عندي باش القناه تكبر بكم ان شاء الله. شجعوني، ما تنسوش تخليو ليا في التعليق نوع القصص اللي كيعجبوكم اللي بغيتوني نحط لكم. مرحبا والف مرحبا بالاقتراحات ديالكم، وكذلك كنقول لكم باي باي الى حكايه مقبلة.